اهلا بكم في حلقه جديده من ارت لاب. انا احمد عبوده، وفيلم النهارده سينيكدوكي نيويورك. سينيكدوكي نيويورك هو فيلم امريكي من انتاج 2006، وهو فيلم دراما وكوميدي. قصة الفيلم بتدور حوالين مدير مسرح كئيب بيعاني مع الستات في حياته أثناء محاولة بنائه لنسخة مصغرة من نيويورك كجزء من عرضه المسرحي الجديد. الفيلم من إخراج وكتابة تشارلي كوفمان، وهو أول إخراج سينمائي ليه، وحصل له أثناء التحضير للفيلم ده حادثة إنه اتحبس في أسانسير وما كانش فيه حد يطلعه، وفضل محبوس جوه الأسانسير، فجاله كوابيس كتير جدا عن الموضوع ده بعدها، وهو ده اللي خلاه يتجه إنه يعمل الفيلم بشكل كأنه حلم أو كابوس. مدير التصوير هو فريدريك إلمز، والموسيقى التصويرية الجميلة من جون برايون. الفيلم من بطولة أكتر ممثل أندر ريتد في تاريخ السينما الحديثة، الراحل فيليب سيمور هوفمان في دور كادن كوتار. بيشاركوا البطولة سامانثا مورتون في دور هازل، وميشيل ويليامز في دور كلير كين، وكاثرين كينر في دور أديل لاك. من أول لقطة شخص محبوس في الكتر، مكتئب وكئيب، راديو بيتكلم عن حوادث وزلزال وكوارث وكلام عن الخريف والموت. مراته عيانة وهو حاسس إن هو عيان. البريد والجرايد موت ومرض وانفلونزا الطيور، حتى كرتون الأطفال بيتكلم عن الفيروسات. بنخش في سيكونس لما بيحصل له حادثة وهو بيحلق، الحنفية بتحصل فيها مشكلة، بتخبط في دماغه، بينزف دم، بيروح عند دكتور بيحوله لدكتور أعصاب، وبنعرف إن هو مخرج مسرحي. بنعرف بعد كده إن هو بياخد علاج نفسي أو زي كونسلينج هو ومراته عند دكتورة نفسانية. بعدها بنشوف إن هو هيجي العرض الأول للمسرحية بتاعته، ومراته مش هتحضر العرض عشان مشغولة، هي بتشتغل رسامة بترسم لوحات دقيقة جدا صغيرة جدا، فمش هتقدر تحضر العرض بتاعه. بعد كده بتيجي مراته وبنلاقيها عايزة تروح ألمانيا هي وبنتهم وتسيبه شوية، عشان زي نوع ان هم يبعدوا عن بعض شوية عشان يحاولوا يصلحوا اللي بينهم. بس واحنا بنتفرج بيجي لنا احساس ان هي مش هترجع تاني. بعد كده بيخش بقى في حالة من الاكتئاب اكتر ما هو اصلا مكتئب. الاكتئاب ده احساس ان هو عايز يعمل حاجة مهمة قبل ما يموت. بعد كده الزمن بيفوت وبنكتشف ان مراته بقى لها شهور واتشهرت لان هي رسامة. بعد كده بنشوف مشهد بنعرف بقى ان المساعدة بتاعته معجبة بيه جدا وبتحاول معاه كذا مرة، ولكن هو لأنه هو جبان ما بيجاوبش إعجابها ده بحاجة. بتقول له أنت مراتك مشيت من سنة، هو بيقول لها ده ما فاتش غير أسبوع. يبقى هو غير واعي تماما للزمن اللي بيحصل حواليه، زي ما احنا كمان واحنا بنتفرج مش واعيين للزمن بيعدي في الفيلم ازاي. بيروح معاها بقى البيت بعد ما بيخرجوا، وبنشوف بيتها مولع نار. هنا بقى ده السرياليه بقى بتاعت كوفمان مخرج سريالي جدا وكاتب سريالي جدا، كل افلامه بالشكل ده سريالي. معنى الكلمة يعني بين الواقع والحلم، وأقرب للحلم شوية. هي الحاجة اللي هي رمزية جدا. فالبيت مولع نار بنحس إن هو ده المكان اللي فيه المشاعر بتاعته، هو ده المكان اللي هو بيحس فيه. فهو ليه عنده مشاعر ناحيتها وهي عندها مشاعر رهيبة ناحيته، بس كل ده ما بيترجمش الحاجة لأنه بيزهقها في عيشتها طبعا، لأنه هو كئيب جدا، وبتطرده من البيت. بعدها بيكسب حاجة اسمها منحة ماكارثر، بيسموها الجينيوس جرانت، يعني زي منحة بيديها هيئة معينة للناس اللي هم شايفين ان هم فنانين جدا ويقدروا يقدموا حاجة كبيرة للفن، وهي عبارة عن منحة مادية عملاقة. الفيلم ما بيذكرش هي قد ايه بالظبط عشان يسيب الخيال بعد كده يسوق بقى. بيروح بقى بينقل شغله كله لنيويورك عشان يعمل المسرحية الكبيرة بتاعته هناك، وبيروح مسرح غير منطقي تماما، مسرح عملاق مهول يعني. وبعد كده بيتعرف على ممثلة عنده في المسرحية، كانت معاه في المسرحيه اللي قبل كده، وبيتجوزها، هي برضه معجبه بيه جدا. بيقعد بقى يبعت هدايا لبنته ومش بترد عليه برضه، وبيخلف من مراته الجديده والبنت بتكبر. بعد كده بنلاحظ بقى ان المسرحيه كل شويه عماله تكبر تكبر تكبر. المسرحيه كبرت، بقت آلاف الممثلين، والمشاهد فيها بقت ناس عاديه. هو عايز يعمل حاجه زي الحياه، بس في نفس الوقت هي مسرحيه، بس هو الموضوع عمال يكبر ويكبر بشكل غير منطقي. طبعا دي سريالية، يعني هو هنا مش مضطر ان هو يقترن بالواقع كسينمائي وهو بيعمل الفيلم ده، لان الفيلم اصلا مش واقعي، هو الفيلم رمزي. كل ما المسرحية بقى بتكبر، كل ما هو بيبتدي يطلع له اعراض جديدة وامراض جديدة. بعد كده ابوه بيموت، وبنعرف ان فات 17 سنة من اول ما اخذ المنحة، وان هو بقاله 17 سنة بيجهز في المسرحية، وان بنته
ومراته بعاد عنه بقالهم 17 سنة. بعد كده بيدوروا على شخص يعمل دور هو بقى في المسرحية، فبيجي له واحد احنا الشخص ده بنشوفه طوال الفيلم بنستخبي في كل حتة وبيمشي وراه في كل حتة، من كتر ما هو مش مهم فبنحس ان هو مخفي. بيجي له بيقول له انا بقالي 17 سنة ماشي وراك واعرف كل حاجة عنك وعايز اقوم بالدور ده. وطبعا بيبتدي يتكلم زيه بالظبط وبنفس طريقته وعارف نفس الحاجات اللي هو عارفها، فبيوافق انه يديله الدور. وبيبقى عندنا البطل الرئيسي والشخص اللي بيقوم بدوره، بس الفرق ان الشخص اللي بيقوم بدوره ده بقى عكسه تماما. هو زيه بالظبط لكن كأنه زيه من جوه، شخص مرح بيهزر بيقول كل حاجة هو عايز يقولها، على عكسه ان هو جبان ما بيقولش. فطول ما هو ماشي الشخص ده بقى بيقول الحاجات اللي هو ما يقدرش يقولها. بعد كده الخط الفاصل بقى بين المسرحية وحياته بيتلاشى، مبنبقاش عارفين فين المسرحية وفين حياته، فين التمثيل وفين الواقع. ومراته التانية بتسيبه. بعد كده بنشوف بقى بنته الأولانية من مراته الأولانية جالها مرض تسمم في الدم بسبب التاتو اللي هي عاملاه، اللي هو كان سبب في غضب شديد ليه في مشهد قبل كده. وبنشوفها وهي بتحتضر بقى في مشهد يعني كوميديا سوداء جدا، وان هو بقى ايه بتقول له يصالحها ويتاسف لها، وهو الراجل المفروض ما عملش حاجه، وبيقعدوا بقى لحد ما في الاخر بيصالحها فعلا ويعتذر وبتقول له مش مسامحك. وبيجي فيها مونتاج جميل جدا عن حياتها معاه في كم مشهد البسيطين اللي طلعوا مع بعض، بس بنحس بحاجه يعني. بعد كده المسرحيه بتكبر جدا، بتبقى مدينه كامله جواها مسرح، جواه مدينه جواه مسرح. فالموضوع بقى بيخش جوه بعضه، وهو كوفمان لو ما لخبطكش وانت بتتفرج على الفيلم يبقى فيه حاجه غلط حاصله. لو بتتفرج على فيلم ما فهمتش منه حاجه خالص، هو حد من اتنين، يا اما كوفمان يا اما ديفيد لينش، وهو هنا كوفمان يعني. بعد كده امه بتموت، وبنلاقي بقى الممثل اللي بيقوم بدوره بيحاول يرتبط بالمساعده بتاعته اللي هو بيحبها اصلا من زمان، فزي ايه هي بترجع له تاني وبتسيب الممثل ده. فهو الممثل بيحاول بقى ان هو ينتحر، وبنشوف هو واقف فوق المبنى جوه المسرح وبيقول له انا راقبتك طول حياتك وانت عمرك ما شفتني، عمرك ما بتبص لحد غير نفسك. وبعدها بينتحر. اخيرا بقى بيبقى مع هازل اللي هي المساعده بتاعته اللي هو بيحبها من اول الفيلم وهي بتحبه من اول الفيلم، فطبعا بعدها بتموت. وبعد كده بيتقبل اخيرا ان هو شخص عادي وسط الناس العاديه، وان هو مش بطل الحياه، وان هو مش النجم، وان هو انسان زي اي انسان. وبيسيب بقى اداره المسرحيه للشخص اللي بيمثل دوره بعد الممثل اللي مات ده، جابوا حد تاني وهو ده بقى اللي بيدير المسرحيه دلوقتي، وبيقوم بدور عامل نظافه في المسرحيه. وبعد كده بقى بنشوف هم ملبسينه سماعه بقى، والمخرج الجديد بتاع المسرحيه بيكلمه فيها، بيسمع حد تاني بقى بيتكلم عن حياته. ومراته أديل بقى بيعرف ان هي ماتت، وبياخد اوضه صغيره كده بقى في المدينه اللي جوه المسرح وبيقعد بقى فيها بيعيش فيها وبيتقبل بقى الحياة الصغيرة دي البسيطة. وبعديها بقى يبتدي ينهار المسرح حتة حتة، والممثلين بيموتوا والناس بتمشي، والمكان كله بينهار واحدة واحدة مع كل ما بيتقبل أكتر إنه هو إنسان عادي وإن هو شخص غير مميز. وبنشوف هو عايش بقى في أطلال المسرح ده وماشي في الأطلال دي. وبعديها بيقابل واحدة من الممثلات القليلين اللي لسه عايشين في المكان، وبيقعد بقى يتكلم معاها، وبعدين بينام على كتفها ويموت. النهاية. فيلم سينكدوكي نيويورك اللي أنا قعدت تقريبا أسبوع بحاول أحفظ الكلمة دي بتتنطق إزاي، بيبتدي بالخريف والموت والمخاوف اللي عند شخص زي ده. بنلاقيه في معظم المشاهد في التلتين الأوليين من الفيلم، في نص الكادر بالظبط ان فوكس، معظم الناس اوت اوف فوكس، دايما الإضاءة عليه والتصوير بيركز معاه جدا. هو شخص سيلف سنترد جدا، يعني شخص أنوي، شخص كل حاجة بتدور عنه، هو شايف ان هو الكور، برغم ان ما عندوش ثقة في نفسه ولا ان هو شخص مؤثر في حياة اللي حواليه، ولكن هو شايف ده، هو دماغه بتشتغل بالطريقة دي. احنا هنا جوه دماغه، احنا جوه في الفيلم ده كله، احنا جوه دماغ الشخص ده. ازاي؟ طبعا المخرج بيورينا ان هو سيلف سنترد، ان هو بيخليه لك في النص، هو في السنتر بالظبط فعلا. وهو دايما موضوع النقاش. الشخصيات في الكرتون في الفيلم بنبص نلاقيها مع مرور الفيلم هو بيتحول للشخصيات دي، بيبقى حتى في الاعلانات موجود، في الكرتونات موجود، الاعلانات اللي في الشارع، حتى الموقع بتاع الدكتوره النفسانيه اللي بتعمل عليه اعلان للكتاب بتاعها بنلاقيه موجود. من الحاجات اللي بتبين لنا ان هو قد ايه سيلف سنتر ده برضه ان هو مراته الثانيه عندها تاتو عملاق على ظهرها، عملاق لا يمكن ما تشوفوش، يعني هو ظهرها كله بالكامل وما شافوش، ما خدش باله منه، وهو مخلف معاها منها بنت عندها تقريبا 15 سنه. اسامي الشخصيات من الحاجات المهمه جدا في الفيلم،
فهو اسمه كوتار. كوتارد ده جاي من كوتارد سيندروم، مرض نفسي عصبي نادر جدا. الشخص اللي بيجيله بيظن ان هو ميت او غير موجود، او ان هو بيتهاوى بيتفكك، او ان هو فقد دمه او اعضائه الداخليه. وده بينطبق تماما على الشخصيه بتاعتنا، اسمه بينطبق على الحاله اللي عنده بالظبط، ان هو شايف ان هو بيموت على طول، هو على طول شايف ان هو ميت او بيموت او ان هو منتهي او ان هو مش موجود. هو عشان كده بيحاول يخلي كل حاجه عن نفسه. وبرضه هو عنده حالة تانية اسمها كاب جراس ديلوجن، بيسموها جرس أدل، وهو إن الشخص بيعتقد إن كل الناس اللي حواليه اتبدلوا بممثلين بيقوموا بأدوار الأشخاص الحقيقيين عشان يخدعوا. أدل مراته اسمها أدل لاك. أدل معنى كلمة أدل، الاسم ده معناه هو الشخص الحنين الطيب. لاك جاية من ان هو الشخص ده ما عندوش، يعني أدل لاك يعني الحاجات اللي بتنقص أدل. هو ده بيقول هنا ان هي الشخصية دي بينقصها صفات اسمها، يعني هي مش حنينة ومش طيبة. بنلاحظ برضو في الفيلم الزمن وسريانه، الزمن في الفيلم بيمشي من غير ما نحس بيه نهائيا. يوم زي 10 زي سنتين زي 15 سنة، كله زي بعضه تماما. ما بنعرفش ان في زمن فات غير لما الممثلين بيكبروا. وكوفمان لما بيقطع بالمشهد للتاني ما بيحسسكش بسريان الزمن خالص. بنشوف برضو طريقته في ان هو يغذي كراهيته لنفسه وعدم رضاها عنها بالسيناريو بتاع المسرحية والمشاهد اللي هو بيحطها، وازاي بيحقر من نفسه فيها. المذكرات بتاعت بنته اللي هي كل شوية يجيبها لك، يجيبه وهو بيقراها، ونشوف المذكرات بتتجدد يوم بيوم. كل ما البنت بتكبر كل ما المذكرات بتتغير، وكل ما هي بنشوفها وهي في المذكرات بتشتم على ابوها. فده انعكاس للصورة اللي هو حاططها لنفسه. الفيلم كله اخضر واصفر بالكامل، بيديك احساس بالكآبة واحساس بالعدمية. طبعا كل ده بيتصاحب مع ان هو سنه هو بداية بقى شكله في بداية الأربعينات، هو السن اللي عنده اللي ابتدي الإنسان بقى يفكر في الموت، اللي هو خريف العمر بقى الأربعينات والخمسينات. بيبتدي عندها الموت يشغل بال الإنسان أكتر من الطبيعي. الدكاترة الكتير، تبتدي تشوف دكاترة كتير في حياتك أكتر من الأول، تعرفهم بقى، تعرف دكتور السنان ودكتور النظر ودكتور القلب ودكتور الضغط. اللي هو السن ده بيحصل فيه كده. فهو احنا هنا عشان احنا جوه دماغه، فاحنا شايفين ده جدا. ومع ذلك هو اخر واحد بيموت في الفيلم. عاش اكتر من بنته، عاش اكتر من مراته، عاش اكتر من مراته الاخيرة، عاش اكتر من ابوه، عاش اكتر من امه. في الاخر اكتر شخص خايف من الموت واكتر شخص شايف انه عيان وبيحتضر هو اكتر شخص هيعيش. الموسيقى الرائعة بتاعت الفيلم الحزينة اللي بتغلف بقى ده كله في يعني غلاف كده من الحزن. الفيلم فعلا بيعرف يخش تحت جلد المشاهد، ويعرف ازاي يخليك تحس لو انت اديته فرصة. الفيلم ده يعني لما تدور على النت وتدور مع الناس اللي اتفرجت عليه كتير، هتلاقي ان هو اثر جدا في الناس اللي اتفرجوا عليه. اكتشافه ان هو العالم كله ابطال، ما فيهوش كومبارس، ما فيش حد كومبارس. هم الناس كومبارس في حياتك، الناس ادوارهم جانبيه في حياتك، ادوارهم مؤقته في حياتك، ولكن في حياتهم هم ابطال حياتهم زيك بالظبط. فهو الثيم العام بتاع الفيلم ان احنا كبشر احنا اشخاص انويين، كل واحد بيبص لنفسه بس، كل واحد شايف نفسه بس. اصعب حاجه الانسان يعملها ان هو يحط نفسه مكان اللي قدامه ويحس بيه. دايما بيبقى رد فعلنا هو رد فعل عننا مننا، مش عن اللي قدامنا او عن وضع اللي قدامنا. وفكرة ان احنا بنظن ان اللي احنا شايفينه ده هو الواقع، لا، الحقيقة ان هو اللي احنا بنشوفه ده ما يجيش حتى ربع الواقع. دايما في تحت وفي مخفي اكتر بكتير من في باين. في مشهد في الفيلم بيقف فيه ممثل بيمثل دور السيس في جنازة، فهو بيقول خطاب كده. الخطاب ده جميل جدا، بيقول فيه كل شيء معقد اكتر مما تظن. بتشوف بس 1/10 من الحقيقة، في مليون خيط في كل قرار ممكن يدمر حياتك. بس ممكن تقعد 20 سنة ما تعرفش ايه هو الخيط ده، او حتى ممكن عمرك ما تعرف. بيجي لك فرصة واحدة بس عشان تعيش. انت اللي بتعيش قدرك باللي انت بتعمله. وبرغم ان العالم موجود لعصور وعصور، انت موجود لجزء تافه جدا منهم، وتضيع وقتك التافه الضئيل مستني مكالمة أو رسالة أو نظرة تخلي حياتك أحسن، ويمكن ما تجيش، فتقضي اللي فاضلك من وقتك في ندم أو أمل تافه. الحقيقة هي إنك عايش متألم وغاضب وبتمثل إنك كويس، عشان محدش عاوز يسمع إنت قد إيه حزين وبائس، لأن هم كمان عندهم حزنهم وبؤسهم. فيلم سينيكدوكي نيويورك هو فيلم ظاهره صعب وبيخض الناس،
فبيخافوا منه مش بيشوفوه، وبيتوهوا فيه لو شافوه. الحقيقة ان تحت ده كله فيلم بسيط جدا وخاص جدا عننا، مفيش حد مش هيلاقي حاجة منه في الفيلم ده. الفيلم عن صعوبة الحياة من منظورنا الضيق، مع عدم قدرتنا على تقدير أو فهم الزمن وسريانه في اتجاه واحد، صعوبتها واحنا ما بنقدرش نفكر في حد غير نفسنا، عدم قدرتنا ان احنا ما نعيش شوية لحد تاني، ان احنا ما نكونش السبب والنتيجة. وبرغم كل الأنوية دي، عدم قدرتنا ان احنا نتخلص على الخوف، خوفنا من ان احنا ما نعملش حاجة الناس تفتكرنا بيها ويتمنوا يكونوا زينا، خوفنا من الفشل والنسيان، حتى خوفنا من الخوف نفسه اللي بيخلينا ما ناخدش قرارات وما نمشيش لقدام. الفيلم ده رسالة من شخص مبدع وعبقري، فاهم طبيعة البشر وفاهم الإنسان بيفكر ازاي، اننا ناخد بالنا ان الوقت وهم، وان الحياة هتسري بيك ومن غيرك، وانك مجرد واحد من الناس. الرسالة ان احنا ما نضيعش حياتنا في الخوف وفي الندم. يوم ضاع عادي، بكرة يوم جديد بحظ جديد، بس الحياة واحدة بس وهتعيشها مرة واحدة بس، فبطل خوف وعيش. الفيلم بيدينا فرصة ان احنا نتقبل ده من بدري ونفتكر ان everyone is everyone، يعني كل شخص هو شخص زيك بالظبط. فيلم سينيكديكي نيويورك للأسف ما نجحش في شباك التذاكر، ولكن بعد عرض الفيلم بسنين تحول زي كالت فولوينج، بقاله زي جمهور تابع ليه بيحب الفيلم ده جدا. والفيلم ده إما إن هو يلمسك بشكل شخصي ويعلم معاك، او ان انت تكرهه جدا وما تقوش وما تبقاش عايز تشوفه تاني. الفيلم اترشح للسعفة الذهبية في مهرجان كان، والناقد الامريكي الشهير روجر إيبرت اختاره كأحسن فيلم في الألفينات. الفيلم أخذ 8 جوائز و29 ترشيح. وتقييمات الفيلم على IMDb الفيلم واخد 7.5/10، وعلى ميتاكريتيك الفيلم واخد 67/100، وعلى روتن توميتوز الفيلم واخد 69 من الجمهور و71 من النقاد. أتمنى فيديو النهاردة يكون عجبكم، أحب أسمع رأيكم في الكومنتات. لو عجبكم الفيديو لايك، شير، سبسكرايب، وأشوفكم في حلقة جديدة من أرت لاب.